بمناسبة اعتماد بابا الفاتيكان لرحلة العائلة المقدسة في مصر ودعوته للكثير لزيارة مصر من هذه المحطة الهامة وهي شجرة مريم، هتكون حلقتنا النهاردة بعد الاطلاع على أوراق سياحية. اكتشاف حطام 3 سفن تعود للعصر الروماني بالإسكندرية. تم الكشف عن حطام 3 سفن تعود للعصر الروماني أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة المصرية بالتعاون مع المعهد الأوروبي للآثار البحرية بالميناء الشرقي بالإسكندرية. وقد نجحت البعثة كذلك في الكشف عن رأس ملكي من الكريستال تعود للعصر الروماني، من المرجح أنها تخص قائد الجيوش أنطونيو، بالإضافة إلى 3 عملات ذهبية تعود لعصر الإمبراطور أوكتافيوس أغسطس بخليج أبي قير بالإسكندرية، وكذلك مركب نذري من الرصاص للمعبود أوزوريس بمدينة هيراكليون بخليج أبي قير. مصر تستعيد مجموعة من القطع الأثرية من قبرص. تستعيد مصر 13 قطعة أثرية إلى جانب مزهرية تحمل اسم الملك رمسيس الثاني من قبرص، كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قبرص. مصر تشارك في المعرض الدولي للسياحة والسفر باليونان. شاركت وزارة السياحة ممثلة في المكتب السياحي المصري بروما في فعاليات المعرض الدولي للسياحة والسفر فليكسينيا بمدينة سالونيكي باليونان في دورته رقم 33، والذي يعد أكبر معرض سياحي باليونان ودول البلقان. وقد شارك فيه 34 دولة أبرزها اليونان وتركيا وبلغاريا ومصر، بإجمالي 270 عارضة من ممثلي شركات السياحة والشركات الفندقية ومقدمي الخدمات السياحية. يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة السياحة بأسواق شرق أوروبا والمساعي الطموحة نحو استعادة حركة السياحة الوافدة. يعتبر اعتماد بابا الفاتيكان لأيقونة رحلة العائلة المقدسة بمصر للمرة الأولى هو خطوة هامة نحو الاهتمام بالسياحة الدينية في مصر. بالتأكيد دعوته لزيارة الكثيرين من أنحاء العالم لمصر بعد أن أتت العائلة المقدسة في رحلة شاقة من بيت لحم إلى وادي النيل، مرورا بالكثير من البراري والصحراء، وأيضا ظهور الكثير من المعجزات كتفجير الينابيع وأيضا انحناء الشجرة المقدسة، والتي سنقدمها النهاردة هذه الشجرة المباركة شجرة مريم بالمطرية ونص ساعة سياحة. احنا دلوقتي امام محكى ومزار شجرة مريم اللي العائلة المقدسة جت قعدت هنا اكتر من 3-4 ايام فيه. كانت جاية من اورشليم وجت هنا لمصر، جت قعدت في منطقة المطرية اكتر من 4 ايام، وانا بدعوكم ان انتوا تتفضلوا تدخلوا وتشوفوا المكان. قدسية المكان بتبتدي بالبير المقدس. أول حاجة الزاير بيدخل يشوفها هنا في المكان. هنبتدي القصة من الأول خالص لما العائلة المقدسة جت من أورشليم بسبب اضطهاد هيرودس الملك لكل الأطفال الصغيرين، وحب إن هو يقتلهم تحت سن 2. فظهر الملاك ليوسف النجار وقال له خد الصبي وأمه واهرب بيه لمصر، علشان هيرودس بيريد يطلب نفس الصبي. ففعلا يوسف النجار خد العذراء مريم والطفل يسوع المسيح وجم لمصر عن طريق الفرمة العريش. بعد كده هم جم وصلوا لمنطقة المطرية وكانوا عطشانين وجعانين جدا، فجم لقوا البير ده. فلما لقوا البير ده العذراء مريم شربت منه وحمت الطفل يسوع المسيح، وبعد ما حمته
رمت الميه بتاعت الاستحمام حوالين البير، فظهر نبات اسمه نبات البلسم. نبات البلسم ده بيتاخد منه زيت النيرون، الرهبان بيجي ياخدوا منه زيت النيرون علشان لما الطفل الولد سن 40 يوم بيتعمد بيدهن بزيت النيرون، والبنت لما في سن 80 يوم بتتعمد بتدهن بزيت النيرون. بعد كده كانوا جعانين جدا فمشوا وراحوا للشجرة، وهي شجرة جميز. بعد ما شربوا من مية البير اللي بره قعدوا يتمشوا فلقوا شجرة جميز. الشجرة دي كانت مثمرة فكانوا تعبانين جدا، قعدوا تحتها أكتر من 4 أيام ياكلوا الجميز المتساقط من الشجرة. الشجرة دي 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي الشجرة القديمة اللي هي الشجرة الأم اللي احنا شايفينها. الشجرة دي لما قدمت قوي وما بقتش مثمرة جم الرهبان خدوا لنا فرع وزرعوا لنا الجيل الثاني اللي هي الشجرة الثانية. ده الجيل الثاني اللي اتزرع. لما جم الرهبان لقوا الشجرة الأولانية قدمت قوي خدوا فرع وزرعوا لنا الجيل الثاني، وهي برضو شجرة جميز. الشجرة دي ليها قصة حلوة قوي. أيام حملة نابليون بونابرت لمصر، جنود نابليون بونابرت جم جالهم مرض جلدي في وشهم، جم هنا عند شجرة مريم وقعدوا يتشفعوا بالعذراء مريم إن هي تشفيهم من المرض الجلدي اللي على وشهم ده. لما لقوا إن وشهم اتشفى من المرض الجلدي ده فجم كتبوا أسمائهم باللاتينية على الشجرة. جم الرهبان خدوا فرع منها وزرعوا لنا الشجرة الخضراء اللي بيتقال عليها الجيل الثالث، وهي شجرة جميز. بيطرح لنا جميز كل شهر سبتمبر أكتوبر. بعد شجرة مريم جينا هنا لمكان اسمه المحكة، وجاب فنان من كوريا، والفنان ده تخيل العذراء مريم ويوسف النجار بيقدم الجميز للعذراء مريم والطفل يسوع المسيح. ده علشان بيصور للي بيجي يزور بيتخيل فعلا ويبقى حاسس ازاي العذراء كانت قاعدة تحت الشجرة وفي حضنها يسوع المسيح، وازاي يوسف النجار كان ملازمهم وكان هو اللي بيقدم لهم الأكل. جينا بعد كده لما سيبنا المحكة جينا هنا مكان برضو اسمه المتحف. هو الحقيقة جاب كل الصور من إيطاليا اللي هي كل مكان راحته العائلة المقدسة، لدرجة إن هو جاب أول صورة في المكان اللي هي جت فيه الفرمة العريش. بداية الرحلة كانت من الفرمة العريش، والجزء ده دي الأماكن اللي زارتها وجه بحري، والجزء ده الأماكن اللي زارتها وجه ابني. لما نيجي نشوف الصور دي أهم حاجة عندنا اللي هو المكان بتاعنا ده البير. منظره الأولاني كان بالشكل ده، ودي الشجرة. هنلاقي المزود أو اللي يعتقد إن العذراء مريم حمت فيه الطفل يسوع المسيح. بعثة الآثار لقيته جنب الشجرة، والمتحف القبطي خدوه وبعدين رجعوه لنا بعد التطوير. واحنا بنعتقد إن الطفل يسوع المسيح كان بيستحمى في الحجر ده. بعد كده الصور دي كلها اللي هي الأماكن اللي زارتها العائلة المقدسة في وجه ابنه.
داخل منطقة المطرية وبالتحديد من أمام شجرة مريم، هذه الشجرة المقدسة والتي لها قيمة سياحية وأثرية خاصة بعد دعوات بابا الفاتيكان بابا فرانسيس. عشان كده هنلتقي مع مدير عام ترميم آثار المطرية وعين شمس الأستاذة إيمان رياض. أهلا بحضرتك. أهلا بيك، منورين المنطقة. يعني بالتأكيد هذا المكان المقدس ليه قدسية خاصة، لذا يحتاج المزيد من الاهتمام والترميم والتطوير في الترميم. إلى أي مدى يكون؟ هو أكيد قدسية المكان أصلا بتدي وزارة الآثار أهمية إن إحنا دايما بنبقى ستاند باي لترميم شجرة مريم، وده طبعا لقدسيتها وأثرها على المواطن المصري عموما، وطبعا كواقع ديني للسادة المسيحيين أو للإخوة المسيحيين في مصر. حضرتك لو شفنا شجرة مريم هتحس إنها لها وقع أثري كده، لها قدسية، مكان أثري فعلا المفروض يتحط على خريطة سياحة، الخريطة المقدسة كرحلة سياحة دينية، كرحلة كطريق الحج السياحي المسيحي. لأن ستنا السيدة مريم جت في مصر في أماكن معينة، وكان نقطة أساسية من رحلتها تواجدها بشجرة مريم. محطات مسارها خلال رحلة العائلة، هي جت دخلت من الشمال من القدس، دخلت على العريش على الفرمة، ووصلت هنا عن طريق الشرقية، دخلت تل بسطة ودخلت الزقازيق، وأقامت شوية هنا في شجرة مريم. يعني هنا المكان احتواها طبعا، لأن المصريين قدسوها واهتموا بيها ارتباطا او بيربطوا بينها وبين إزيس وأوزوريس. لكن تتبع الجيش الروماني للسيدة العاتقة وابنها، هي احتمت بالمكان هنا، والشجرة كانت عشان الشجر الجميز ده شجر معمر، هي احتمت وربنا قالها من الشجرة انها تحتوي العائلة المقدسة، بحيث ان الجيش الروماني عدى من جنبها وما شافوهاش. وبالتالي هي قعدت شوية هنا، خبزت أكل وعاشت وحمت ابنها، وتفجرت عين هنا موجودة ترجع خاصة لما تنتمي لسياحة دينية. كيفية الحفاظ عليها خاصة بعد الدعوة التي أطلقها بابا الفاتيكان وإمكانية توافد الكثيرين من أجل السياحة الدينية، يعني هل بتحتاج خطة من الترميم للحفاظ عليها والحفاظ على الأثر وتطوير هذا الترميم؟ احنا بالظبط الوزارة بتمدنا بالمواد اللي بنحتاجها كلها لترميم الشجرة الأم، وبالتالي والأجيال اللي بعدها. كان في 2013 كان حصل سقوط للشجرة الابنة، إنها كانت أصلا وصلت ل7 متر أعلى مستوى الأرض. كانت معجزة طبعا إن احنا في الإدارة الهندسية والإدارة الزراعية شالوا الأجزاء اللي هي اتكسرت وكانت عاملة إعاقة في المنطقة، ابتدت تنبت تاني وتطلع شجرة تانية زي ما انت شايفاها متعامدة على اللي فوق. احنا عملنا طبعا كل خطوات الترميم للحفاظ على الشجرة الأم، لأن الشجرة الأم دي حضرتك لما تبص لها وتتابعيها بالكاميرا كده ليها واقع تاني. بالتأكيد الترميم ليه مراحل مختلفة، وخاصة بيختلف الحجر عن الشجر عن يعني إلى أي مدى بالظبط البيولوجية والحاجات الحجرية دي حاجة ودي حاجة. احنا عندنا هنا مجموعة ترميم بتاع أسها مدام فوقية أحمد فؤاد، ومعاها مجموعة أخصائيين ترميم خارجين كلية الآثار بتتابع حركة الشجرة بالظبط، لأنها كآثار بيولوجية بتتفاعل مع البيئة اللي بتعيش فيها. فيها انقسامات أوقات، الشجرة نفسها أوقات في سكان بيجوا يسكنوها من حشرات وحيوانات وطيور، ومخلفاتهم بتأثر على الخشب نفسه، وبالتالي ده بيجي دور الأخصائي الترميم إن هو بيبقى فاهم هيعمل إيه، بحيث إن هو يشيل أسباب التلف كلها، بيشيل مخلفات الطيور، الشجرة نفسها بتنزل الجميز ده كله بينزل طبعا بيتحلل، بيتشال سلبياته بقى كلها. هل
هل في خطط من قبل الوزارة للحفاظ على الآثار خاصة هذه الشجرة وهذا المكان؟ في كذا خطط ترميم؟ هو الترميم بيتبعوا كمان الرؤية الأثرية عشان نوضح قيمة الأثر نفسه، وخصوصا ما يبقى له واقع ديني، لأن هنا بيجي ناس كتير بياخدوا إن شجرة مريم دي جزء أساسي من الحج المسيحي كخطوة من خطوات رحلة العائلة المقدسة. شجرة السيدة العذراء أو شجرة مريم بالتأكيد ليها أهمية سياحية وأثرية. كيف نستطيع أن نهتم بهذه الشجرة؟ كيف نحافظ عليها من خلال مراحل الترميم؟ ده اللي هنعرفه من خلال لقائنا مع الأستاذة فوقية أحمد فؤاد، وهي مدير عام ترميم هذه الشجرة، وأيضا هي مدير عام التوثيق والبحث العلمي. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أولا يعني هذه الشجرة المباركة بالتأكيد مرت بكثير من المراحل الترميم، يعني أحب أتعرف على أهم المراحل اللي مرت بها من ترميم من أجل الحفاظ عليها أو إعادة تمام. ايوه تمام. هي الشجره كاثر موجود في بيئه مفتوحه زي ما حضرتك شايفه، معرضه انها للاتربه، للسناج، لمخلفات الطيور. فاحنا دايما يعني في تنظيف دوري بنسميه تنظيف ميكانيكي يدوي، ممكن بالفرش ممكن بالبلاور، بننظف باستمرار الشجره عشان ما يترسبش عليها اتربه او مخلفات طيور. دي مبدئيا. كان في مشاكل كتير في الشجره الحقيقه، يعني بالذات في الفتره اللي كانت فيها الشجره الخضراء اللي وقعت مثمره، كانت نبات الجميز او ثمره الجميز لما بتقع فكانت بيجي عليها حشرات كتيره زي الخنافس، زي نمل، زي انواع كتير يعني. فالحقيقه احنا اهتمينا بالنقطه دي، وكان كل ده لازم نتخلص منه. فكان في دايما مراسله ما بيننا وما بين مركز البحوث في الهيئه عندنا، كان بيبعت لنا خبراء بييجوا يفحصوا انواع الحشرات اللي موجوده في المكان، واظن عليها الحقيقه على دورات اكتر من مره رشوا المكان بانواع معينه من المبيدات، يعني علشان نتخلص من كل ده، حفاظا برضه ان الاصابه الحشريه ما تتنقلش للشجره. في بقى حاجات تانية مثلا نتيجه الاصابه الحشريه احنا عالجناها، زي ايه؟ ان في نوعين من الضبابير كان منتشر في المنطقه هنا، وكان عامل ثقوب وانفاق في الخشب. فاحنا عالجنا الموضوع ده بان احنا عملنا يعني خطوات معينه في الترميم، بحيث ان احنا نقفل الثقوب دي بطريقه علميه وفي نفس الوقت تقاوم هذه الحشره، كانت بتقتلها وهي جواها او انها تخرج لنا من النفق من الناحيه الثانيه. الدبور الاسود يعني جايز ليه اسم تاني. انا شايفه كمان ان الشجره على اجزاء، وفي اجزاء في الموقع واجزاء في الموقع. دي مقترحات لتطوير المكان، احنا حاطين اكتر من مقترح. اولا تغيير القوائم الخشبيه، تمام، اللي شايله الشجره زي ما حضرتك شايفه انها قديمه جدا. احنا حاطين مقترحات كتير لتغيير هذه القوائم، يا اما بمواد حديثه او باخشاب بس من نوع مثلا زي الاخشاب العزيزيه، قويه وبتقاوم الحشرات. فدي نمره واحد. ثانيا ان احنا بعد ما شلنا الزلط اللي كان حاول الحشرات وبيض الحشرات، حاطين مقترح ان احنا نبني سور حوالين الشجره، بس يعني بارتفاع معين بحيث تبقى الشجره مرئيه كويس. دي برضو خطة جديدة حاطينها، ان احنا نعمل مظلة للشجرة تحميها من المطر في الشتاء او تحميها من الحر الصيف، لان اختلاف درجات الحرارة ما بين الصيف والشتاء والرطوبة العالية بتأثر برضو في نسيج الخشب وبتضعفه. كل دي مقترحات احنا حاطينها، لكن هي متوقفة على وجود تعزيز مالي وعلى نقل الفرع اللي وقعت عليه الشجرة الخضراء، لازم يتنقل الاول، لان لو اتبنى سور قبل كده هيبقى عائق مش هنعرف ننقله. فهي في خطوات كتيرة محطوطة ومقترحات للتطوير الحيز او الدايرة اللي حوالين الشجرة، واحنا في صدد دراسة المواضيع دي وطرحها على الهيئة لغاية لما يتوفر تعزيز مالي لكل ده. اخر ترميم تم للشجرة كان السنة؟ احنا باستمرار بنرمم، يعني الثقوب دي ملهاش عدد، كتيرة جدا تقريبا. مستمرين لان الدبور حفر كتير في الشجره. فاحنا مثلا على طول بالتنظيف الدوري، قفل الثقوب، ازاله مخلفات الطيور اللي بتقف فوق الشجره فبتعمل مخلفات لازم نشيلها اول باول، علشان دي مواد كيماويه ممكن تاثر على الشجره. في كمان تقويه للاجزاء الضعيفه في الشجره برضو بنقويها بمواد معينه خاصه. هل ترميم الشجر غير الحجر يعني شجر كائن حي يعتبر؟ اكيد الترميم بيعتمد اساسا على نوعيه الاثر او نوعيه الماده اللي معمول منها الاثر. فطبعا ترميم الاحجار غير ترميم المعادن، غير ترميم المواد العضويه زي الاخشاب. صعبها ايه؟
اصعبها المواد العضويه، لان هي اصلا كانت ماده حيه وبعد كده بتبقى اضعف من الحاجات المعدنيه او الحجريه اكيد يعني، من المواد العضويه زي الجلود زي الاخشاب. هذا المكان المبارك المقدس شجرة مريم بالتأكيد هو أدعى بالحفاظ عليه من أخذ بركة منه. كيف نحافظ عليه ده اللي هنعرفه من خلال لقائنا مع شباب الأثريين رباب وميشيل. ازيك؟ الحمد لله. بقالك قد إيه بتشتغلي في الموقع؟ 5 سنين هنا في الموقع، بقالي 3 سنين. 3 سنين. وميشيل؟ 4 سنين ونص. جميل جدا. يعني من تواجدكم هنا أكيد بيجي الكثير من الزوار سواء كانوا مصريين أو أجانب، هل أغلبهم كبار سن أم في شباب وأطفال؟ لا طبعا في شباب واطفال بيجوا مع اسرهم او في رحلات مدرسيه بس. مفيش رحلات جماعيه؟ وفي طبعا يعني دول بقى بيبقوا مثلا يعني مجموعه اصدقاء مع بعضيهم، يعني مش الرحله بتاعت الجامعه دي هي اللي بتنظمها لهم، يبقوا هم قرروا ان هم يجوا عايزين يجوا يزوروا المكان. هل جنسيات مختلفه ولا مصريين بس؟ في يعني اجانب وعرب ولا لا؟ في اجانب وفي عرب طبعا، بس العرب قليلين. الزوار اللي بيجوا هنا سواء كانوا من الأطفال أو من الشباب، كيفية تعاملهم مع المكان وكيفية استمتاعهم بالأثر دون أن يتعدوا عليه، هل ده بيحصل؟ لا طبعا، هو الناس اللي بتخش سواء الأطفال الصغيرة بالذات مش عندها التوعية الكافية بالأثر بتاعها، فلازم بيبقى احنا كلنا حواليها، بحيث ان هو ممنوع مثلا ان هو ينزل الموقع نفسه جوه يلمس الشجرة. في ناس كتير قوي بتحب ان هي تمد ايديها بالذات مع الأطفال الصغيرة، فطبعا لازم ايه تتلمس المكان، تتلمس المكان وتاخد بركه من الشجره نفسها، تاخد جزء منها، تقطع ورق. بتتعامل ازاي في الموقع؟ طبعا بيبقى في معانا امن من الموقع نفسه، مفتشين نفسهم بيخشوا، سواء لو كان في رحلات كبيره زي كده بنبدا ندخل معاهم نشرح لهم الموقع، والامن معانا بيساعدنا ان احنا نقدر نتحكم على الناس دي. ما بتحاولوش قبل ما يدخلوا الموقع ان انتوا تقولوا لهم تحذيرات معينه او توعيه بطريقه نصائح غير مباشره؟ يعني مثلا الشجره ممنوع ان هم يخشوا في المحيط بتاعها، او مثلا ان هم يقطعوا منها ورقه، وكذلك المزود اللي موجود في المتحف جوه فبرضه ممنوع الاقتراب منه يعني نهائي ولا اللمس. دي اكتر حاجتين يعني. اغرب موقف اتعرضتي له مع طفل او شاب؟ جوه في المزود بيمسكوا في الحامل بتاعه ويتشعلقوا. ده بيلعبوا؟ يعني وهو ممنوع خالص ان هم. اتصرفتي ازاي؟ لا طبعا يعني كنت موجوده والامن كان موجود، هو اتكلم معاهم بس هو. لكن ما بتحاولوش تفهموهم من قبل ما يدخلوا، خاصه ان انتوا بتبقوا قريبين من سنهم ممكن يستمعوا ليكوا يعني؟ لا انا بتكلم على الاطفال الصغيرين اللي هم بيبقوا تبع الرحلات المدرسيه، لكن لو اللي من سننا ما فيش الكلام ده بيحصل، لا هم بس لمسه بسيطه كده وخلاص، مجرد البركه. طب بتنصحوا الاطفال ازاي؟ هل فكرتوا تنصحوهم قبل ما يدخلوا هتقابلوا كذا وكذا ويا ريت ما تعملوش كذا؟ فعلا ده بيحصل، بتبقى بره التجمعات واقفه في الساحه اللي هناك، وبنقول لهم ان هم فعلا، وفي مدارس كتير بتقول كده قبل ما بتيجي هنا، وبيبقى الاطفال بتاعتها مستجيبه للكلام ده، لكن وفي بقى. ميشيل شايف ان يعني المكان ده بالتاكيد مكان مقدس وليه مستقبل سياحي، يعني لم يصلوا حتى الان، لم يحقق ما يستحقه، يعني كيف يعني نصل الى هذا المستوى اللي بيستحقه هذا المكان من الجذب السياحي من وجهه نظرك؟ ايه اللي بينقص المكان ده معانا؟ في المقام الاول انتوا كدعايه واعلان، احنا موجودين، محتاجين دعايه كتير قوي عن المكان، محتاجين اهتمام من الحي شويه. معلش انا لما ادخل بجروب سياحي مثلا اتوبيس داخل من المدينه هيبقى صعب قوي في الشارع هنا ان هو يدخل، فاحنا محتاجين برضو اهتمام من الحي، محتاجين اهتمام من الوزاره نفسها بشويه تطويرات حتى لو بسيطه هنا في الموقع، بحيث ان هي تخليه اجمل من كده. جميل جدا. هل عندك اقتراحات للتطويرات؟ هل ليك تخيل ان ممكن يعني لو حد من الوزاره اعتبرنا ان هو سمعنا دلوقتي تقترح ايه؟ وانتوا شباب، انتوا اللي فيكم الامل، وانتوا اللي فكركم جاهز ومتحمس. بصي، في حاجتين هنا اساسيين. اول حاجه البريل اللي حضرتك صورتيه كان في مع التجديد شلال حواليه، للاسف دلوقتي بقت ميه جوفيه داخله على البير، احنا لو شغلنا الموتور دوت وشغلناه مع البير هيبقى منظر حلو جدا مع بدايه دخول الزائر اول ما يدخل من الباب. تتوقعي بعد يعني الدعوة بتاعت بابا الفاتيكان ان باعتبار رحلة العائلة المقدسة يعني جزء من الحج او حاجة ليها اهمية مقدسة ومباركة، انت شايفة ان ده ممكن يؤدي الى ايه ودورنا احنا ايه عشان نستثمر حاجة؟ لا هو فعلا من ساعتها وفي عدد كبير بقى يتوافد
بعد ما بابا الفاتيكان قال الكلام ده، دي حقيقة فعلا. واكيد العدد السياح هيزيد، لان هو بالنسبه لهم دي برضه هتبقى محطه مهمه، يعني ان هم لازم يجوا هنا ويشوفوها ويزوروا الشجره اللي استظلت تحتها السيده مريم. كيف أخاف أن آتي إلى بلد احتمى بها المسيح؟ كانت هذه الكلمات التي قالها البابا فرانسيس عند زيارته إلى مصر بابا الفاتيكان، والذي دعا الجميع لزيارة مصر، مؤكدا على أن مصر مباركة بدماء الشهداء، مباركة باحتضانها للعائلة المقدسة والتي احتمت بها من بطش رومان. بالتأكيد هذا المكان هو محطة من محطات العائلة المقدسة وله أهمية سياحية. كنا معاكم ونص ساعة سياحة، استنونا وحلقة جديدة ومحطة جديدة من رحلة العائلة المقدسة.